لو ناوي تسافر عمرة لوحدك ومن غير شركة لازم تبقى حاسبها صح علشان ما تتفاجئش. التكلفة ليها شوية بنود أساسية. أولاً الطيران متوسط التذكرة حالياً 10000 جنيه، التأشيرة السياحية بتتكلف في حدود 7500 جنيه ومعها باركود بحوالي 2500 جنيه يعني 10000 جنيه. الإقامة لو أسبوع في مكة في فندق اقتصادي بغرفة رباعي ب 150 ريال في الليلة يعني حوالي 2000 جنيه، الأسبوع كله ب 14000 جنيه، ولو لوحدك هتدفعهم كاملين. الانتقالات من المطار لمكة تاكسي خاص ب 150 ريال، ومع الانتقال ما بين مكة والمدينة 70 ريال يعني حوالي 220 ريال تقريبا 3000 جنيه. المصروف الشخصي 50 ريال في اليوم لمدة أسبوع، 350 ريال حوالي 4700 جنيه، ده غير خط الموبايل 40 ريال يعني 500 جنيه. إجمالي التكلفة التقريبية 41000 جنيه. عشان كده السفر لوحدك مكلف والصحبة بتفرق جدا في التوفير.